سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم، اللايكاس ديالكم من فضلكم. غادي نشارك معاكم الاخوان واحد البوست اللي حطوا يونس الاخوان الرومانسي اب البنات والوليدات. حطوا باش يشكي حاله ونعرفوا اش واقع به مسكين. وغادي نقرا عليكم، غادي نحاول نقرا، لان انا القرايه الاخوان راكم عارفيني انا القرايه ديالي عشوائيه، لان ما قريتش في المدارس، قريت غير ما قراني الله، بلا مدرسه بلا حتى شي حاجه. المهم نقدر نكون ثقيل او هذا. غادي نحاول ما امكن نجتهد ونقرا معاكم هذا البوست اللي هو يتضمن الاخوان. يعني غادي نقول لكم منين اصلا كاين جوج ديال تقسمتوا على جوج باش تصور ليا. وقيلا هذا الجزء واخا من هنا، هذه هي البدايه هكاك مزيان. اذا اخواني اخواتي، السلام الله عليكم ورحمه الله. فاللايكاس ديالكم واجيوا الاخوان قراو معايا حتى نتوما. غادي نكبر لكم الصوره بحال هكا بحال هكا ساين باش نتوما تقراو معايا هكا، باش نقراو اونصول حنايا كاملين غادي نقراو هكا. صافي مزيان، صافي الحباب، اوكي مستعدين؟ سير على بركه الله ونبداو الاخوان ونشوفوا يونس اش بغى يوصل لينا في هذه الرساله او في هذا البوست او في هذه الرساله هذه. يلا، المهم بعد التحيه والسلام، تحياتي لكم جميعا. لا هذه وقيل الصفحه الثانيه، ساين الاخوان، عطونا الصفحه الاولى. ها هي الصفحه الاولى، هي هذه. يلا قراو معايا الاخوان نتوما باش الا غلط لشي حاجه نتوما تكونوا فاهمين. وشارك معكم هذه كيفاش الطريقه اللي بغيتو نقرا لكم بحال الشعر واخا. أشارك معكم هذه الشهادة لتوثيق ما أعيشه من ضرار نفسي واجتماعي بسبب ممارسات مستمرة أتعرض لها منذ مدة دون ذكر أسماء. تشكز باش قلت لكم قراو معايا. والله غادي نقتل لكم بالضحك. واخا التجاهات ولا وقيلا ما عرفش يكتب. فقط احقاقا للحقيقه وحفاظا على الكرامه كنت طرفا في علاقة زوجية استمرت لسنوات، تحملت فيها مسؤوليتي بكل احترام وصبر، ولكن بعد انفصال بدأت حملة ممنهجة ضدي عبر التواصل الاجتماعي، هدفها تشويه سمعتي أمام المتابعين وضربي في سمعتي وإمكانتي ضربت سمعتي وإمكانتي. طاير الشعر هذا بالشعرية مخلط وصافي. واخا للمؤسف أن هذه الحملة تجاوزتني شخصيا وطالت حتى أطفالي، حيث تم استغلالهم وتصويرهم في مقاطع تتبث للعموم دون موافقتي، ويتم تلقينهم عبارات تمس كرامتي وتستخدم لأغراض إعلامية. لا تستخدم مصلحتهم، ما تستخدمش مصلحة الأطفال النفسية ولا مستقبلهم. صافي، ما هذا الشيء اللي كيتعرضوا للوليدات ما كيخدموهم لا في مصلحتهم النفسية ولا في المهم في العلاقة الاجتماعية والمستقبلية ولا في كل شيء. سير الاخوان نصوب واحد اللعيبه باش ما نضيعش الوقت، نكون معاكم. قراو نتوما على من
هكاك الإخوان سامحوا لي سامحوا لي وسامحوا لي. واو. إذا هادشي راه في شكل هاد الشي الرومانسي. سير الإخوان ندير واحد اللعيبة، نصدر واحد الفيديو، عاد تفكرت باش من حديثو مغزل باش ما نضيعوش الوقت. نتوما دابا لايكي وقراو يلا صافي اوكي. فاش خليناه هنا ياك هنا الإخوان، ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، بل حتى بعد أن قررت أفتح صفحة جديدة وتزوجت بزوجة طيبة محترمة أمتد لهجوم يطالها هي أيضا، وتم استهدافها والتشهير بها ومحاولة الضرب في العلاقة التي جمعتنا فقط لأنها اختارت أن تكون إلى جانبي وتبدأ معي حياة جديدة جميلة، وإنها رائعة وعويشة طيبة. لا هادشي ما كاين. واخا دابا غادي ندوز الإخوان للجزء التالي، لأن صورت البوست على جوج قسمين. كيف جاكم القسم الاول؟ يعني هنايا نشرحوا وعاد ندوزوا للقسم الثاني. يعني يونس دار واحد البوست قال لكم انا راه كنتعرض للهجوم من شحال هادي والابتزاز، وهذا الشيء اللي كنتعرض ليه لتشويه سمعتي امام المتابعين وكذا، وبل وصل الامر حتى لشركه الحياه الجديده ديالي باش حتى يشوهوا لها السمعه ويضربوا لها في الشرف ولا ما عرف شنو، ما عرف شكون اللي ضرب لها في الشرف ولا شي حاجه الله اعلم. واخا غادي نمشيو الاخوان للجزء الثاني ونشوفوا عاوتاني اش كاين، وعاد نشوفوا نحكموا داك الساعات بداك الشيء اللي اقتنعنا به. واخا كما اتعرض لحالات تشويه تربط اسمي بادعاءات كاذبة وتحاول الزج بي في صراعات مصطنعة، مع أن كل خطواتي موثقة ومحترمة، وقد قمت سابقا بأداء ما علي من واجبات قانونية، ومستعدا دائما الاحترام للقانون، كيحترم القانون هو وكيخلص الواجبات. قال يعني دابا هنا باغي قال لك زعما راه خلص الواجبات، والله اعلم سيدي اش كيقول لك خلص، يمكن الله اعلم، والله الا تلفونا. واخا اكتب هذه الكلمات لا من باب الشكوى ولكن من باب التوثيق، من باب التوثيق، ولا إني وصلت لمرحلة لا يمكن فيها السكوت، ليس خوفا ولكن حفاظا على ما تبقى من احترام وطلبا للهدوء الذي أستحقه كإني إنسان يسعى للحياة المستقرة. هو كذا دابا كيسعى للحياة المستقرة مبلبلها قال. المهم لكل من يقرأ هذه السطور لا تصدقوا كل ما يقال. لا ما قال لكم زعما واخا كتبت لكم هذا الشيء ما تصدقوش. زعما بحال اللي هو دابا كيكتب هذا الشيء وكيقول لنا لكل من يقرأ هذه السطور ما تصدقوش هذه السطور هذه. لا هو صدق ولا كيعترف بلا عصا هذا. لكل من يقرأ هذه السطور لا يصدق كل ما يقيل، فليس كل ما يعرض حقيقي، وليس كل ما يتكلم صادق. الحقيقة أحيانا صادمة ولكنها تظل قوية من كل زياف. لقد بلغ الأمر حدا، وإن لم تتوقف هذه الآدية
سأبدأ فعليا في إجراءات قانونية رسمية، لأني لن أقبل أن أظلم أكثر من هذا. يعني هنا اللي بغى يوصلنا الأخ الرومانسي يونس الغزال. نتمنى تكونوا فهمتوا الرسالة كي قريتها لكم. هذا هو ما جاء في واحد المنشور حطوا لينا الأخ يونس، زعما كيعبر وكيحكي بداك الضرر اللي حس به، فين هي الممارسات ما فهمش. يعني هما مشاو للمدرسة، هو دابا كيقول لك بحال اللي زعما منعوه باش ما يشوفش ولا يدو ولا شي حاجه. ويسرى سميره كتقول لك اودي انا ما كنمنعهمش، ولا بغاو يشوفوهم من غدا ومرارا وتكرارا قالت لك اودي راه داروا باش يجيو يزوروهم وخلاوهم مساكن لابسين حويجاتهم. خرج لينا في واحد الفيديو هذه يومين الرومانسي قال لكم لا بقدار ما تعاودش داك الشيء بلا ما تدخل في التفاصيل، يعني داروا لنا واحد خلاونا راسنا كيحرقنا شويه، شربنا اسبرو الحمد لله ارتاحينا. دابا سميره كتقول لك انا ما منع حتى شي واحد. هو دابا هنا كيقول لك اودي انا راه الصراعات وكذا وهذا وكتعرض للاذيه وكتعرض للتشويه والتشهير والسمعه ديالي والمتابع وحتى الزوجه ديالي، يعني حتى هي كتعرض للاذى. شكون اللي كيأذيه ما نعرف، الا كانوا كيقصد قنوات الانتقاد فحاجه طبيعيه. ودي يونس داير قناه غينتقدوك الناس، ما يمكنش الا بغيتي الانتقاد ما يكونش فما تبانش. هاد الايام اللي كنتي نتايا غبتي تبارك الله على الساحه مده، شي واحد كان كيجبدك ما كيجبدك، ولكن ملي كتخرج وكدير لهم عويشتي واش رايكم المتابعين بينا ما بيناش. صاحب القناه هو راه متابع، انا متابع مالي انا زعما انا شكون انا جالس في البيرو زعما كنعطي الاوامر، انا متابع. غير الفرق اللي بيني وبين المتابع العادي انا عندي هذه القناه وسيله اللي شتا نقدر نعبر عليها نوصلها. متابع كذلك عنده الشاط تعليق، هو عنده الوسيله ديالو باش يعبر صافي. المهم هذا ما جاء في هذا البيان. يلا الاخوان ما نطولش عليكم، شكرا لكم، الله يحفظكم، تفاعلوا مع هذه القناه. هذه القناه راه ما فيهاش الربح، فيها مشكل. الا وريتكم الربح ديال هذه القناه غادي تقولوا هذا مالو كيحط في هذه القناه. غير الاخوان كنقولوا نحركوها وصافي، لان واحد المره ما كنتش كنحط فيها، ما بقيتش كنحط فيها مده. شنو داروا ليا؟ حيدوا ليها الربح، وعاوتاني دارت تواصلت معاهم عاود رجعوا لي الربح. وشنو داروا لي؟ مره اخرى، المره الثانيه شنو داروا لي عاوتاني حيدوا لي السوايع وما بقاتش مفعله. كانت فيها مثلا السوايع شحال خلاو لي؟ شي 300 ساعه خصني نخدم باش نجمع السوايع بحال اللي عاد بادي البارح والقناه قديمه، وخاصني نجمع بحال اللي عاد غادي نبدا في القناه. انا نوريكم الربح الاخوان باش تعرفوا ان هاد القناه غير كنبغي نخدمها وصافي. ساير خليوكم معايا، خليوكم حدايا. ها نتوما هاد الفيديو ما عرفتش واش غيبان لكم ولا لا. هاد الفيديو فيه 2000 مشاهده، صحيح فيه 2000 مشاهده، ياك كتشوفوا 2000 مشاهده. دير هكا ها الربح ديالو. لا هادو المشتركين زادوا 9 في هذا الفيديو. ها الربح، نشوف الربح 7 دراهم. 2000 مشاهده فيها 7 دراهم. القناه فيها مشكل، فهمتوا؟ القناه فيها شي مشكل كنظن، ما يمكنش. واخا غادي نمشيو للفيديو الثاني. ساينوا الاخوان خليكم معايا، حنا غير كندردشو معاكم. فين غادي نمشيو مثلا هادي 7 ايام. الفيديو عنده 7 ايام، شحال فيه؟ 4 دراهم. 4 دراهم. الفيديو فيه 2000 مشاهده تا هو فيه 4 دراهم. يعني قلت لكم بحال اللي كنتفلى انا هنايا، بحال اللي كنلعب. هذا 0 درهم، 0 درهم. شحال فيه؟ ها هو شحال فيه المشاهده.
2900 د المشاهده، فيه 0 درهم، ما عطاونيش كاع فيه، كنتفلى وصافي. غير باش المهم تبقى ديك القناه ما تمشيش وصافي، لان ما كتبقاش تحط فيها يقدروا يحيدوا لك الربح، يحيدوا لك السوايع، تولي ما مفاعله ما والو. هذا ما كان. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه